قوة بدنية، افتكاك الكرة وقراءة اللاعب، كاملة إمكانيات كيتميز بها أول لاعب أردني كيلتحق بالوداد نزار رشدان. اللاعب اللي غادي ينافس بقوة يحيى جبران وباكاسو على مركز وسط ميدان دفاعي الموسم المقبل. قبل ما نحكموا على الصفقة خلونا نتعرفوا على نزار رشدان، البروفايل ديالو، طريقة اللعب والإضافة اللي يقدر يقدم الوداد. خليكم معنا. قبل ما نهضروا على إمكانيات اللاعب نبداو بالبروفايل ديالو، التجارب السابقة. نزار رشدان لاعب وسط ميدان دفاعي من مواليد 1999، 27 سنة. المركز الرئيسي ديال اللاعب لاعب ارتكاز، ولكن يقدر يلعب كذلك كلاعب وسط مركزي. البداية ديال المسيرة ديالو كانت وفقة فريق الحسين إربد في الأردن قبل ما ينتقل سنة 2021 للفيصلي الأردني. مع الفيصلي قدر يحقق مجموعة من الألقاب، أهمها الدوري الأردني، كأس الأردن وكأس الدرع سنة 2022. هذا التألق ديال اللاعب محليا فتح ليه أبواب الاحتراف اللي خلاه ياخذ عدة تجارب في العراق رفقة نادي نوروز، رفقة الزوراء، في الإمارات رفقة نادي الإمارات الإماراتي، البحرين رفقة الخالدية، وآخر تجربة احترافية كانت ليه رفقة نادي قطر قبل ما يوقع رسميا عقد انضمامه للوداد الرياضي هذا الأسبوع. على المستوى الدولي والمنتخبات، نزار رشدان لعب ماشي جديد على المنتخب، لعب مع منتخبات الأردن تقريبا في جميع الفئات السنية قبل ما يوصل للمنتخب الأول سنة 2021. أول مباراة دولية ليه كانت ضد هايتي، من بعدها ولا عنصر مهم رفقة منتخب النشامة، وشارك في عدة مسابقات من بينها كأس آسيا، تصفية كأس العالم، وكذلك آخر كأس العالم اللي قدر يسجل فيها هدف ضد المنتخب الجزائري. حسب المعطيات اللاعب لعب ما يقارب 40 مباراة دولية مع المنتخب الأردني وسجل فيها أهداف مهمة. أبرز اللحظات ديالو مع المنتخب الهدف اللي سجل ضد العراق في كأس آسيا سنة 2023 واللي ساهم في عبور الأردن للدور الموالي وبلوغ نهائي كأس القارية. نجيو دابا لأهم نقاط اللاعب والإضافة اللي يقدر يقدمها للوداد. أول حاجة استرجاع وقطع الكرات. من أبرز المميزات اللي كتميز بها اللاعب هي القدرة ديالو على قراءة اللاعب وقطع الكرة خصوصا في وسط الميدان. اللاعب كيحاول ديما يكون قريب من الخصم ويسترجع الكرة بسرعة. ثاني نقطة نقدروا نذكروها هي القوة البدنية والالتحامات. نزار عنده حضور بدني متميز، يقدر يدخل في لي دويل وما يخافش من الاحتكاكات. الطول ديالو كذلك والحضور البدني كيساعدو بزاف كلاعب وسط دفاعي باش يربح النزالات الثنائية. ثالث نقطة نقدروا نذكروا هي قراءة اللاعب والتمركز. واحد من أهم الأدوار ديالو هو التمركز أمام الدفاع. كيبان بلي اللاعب كيعرف فين خاصو يكون باش يسد المساحات ويقطع الخطوط ديال التمرير ديال الخصم. رابع ميزة التمرير وبناء اللاعب. اللاعب ماشي غير لاعب دفاعي فقط، ملي كيربح الكرة كيقدر يخرج بها بتمريرات الأمام ويساهم في بداية الهجمة، وكيبان بلي عنده هدوء نسبي في الخروج ديال الكرة. خامس امتياز المساهمة الهجومية. لقطات اللي شفنا ديال اللاعب كتبين بلي اللاعب كيتقدم، كيشارك في الهجمات، كيتبروجطا في الكاري، بعض المرات يلبس الدور ديال المهاجم، بالتالي ما كيبقاش محصور غير في الدفاع ولكن عنده قدرة انه يدخل الثلث الهجومي ويساهم في صناعة الخطورة. سادس نقطة إيجابية نقدروا نعتبروا كذلك هي اللاعب الجماعي والانضباط التكتيكي. كيبان صراحة بلي اللاعب كيحترم المنظومة، كيغطي المساحات وكيعاون الفريق في مرحلة الدفاع وكذلك الانتقال من الدفاع للهجوم. كانت هذه قراءة في البروفايل ديال اللاعب. خليوا لي الآراء ديالكم في كومونتير. اش بان لكم؟ واش الموسم المقبل غنشوفوا نزار كوسط ميدان دفاعي قدامه وسط ميدان هجومي، ولا غنشوفوه قاسم التيران مع واحد من اللعابه اللي عند الوداد حاليا في نفس المركز سواء جبران، باكاسو ولا بيار؟ خليوا لي الآراء ديالكم مع من تفضلوه الا كان يقدر يقسم التيران كما كنقولوا، واش مع جبران ولا باكاسو. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. الا عجباتكم وكنتوا اول مره غتشوفوا المحتوى ديالي ما تنساوش خليوا لي لايك، سبسكرايب وشي كومونتير. من هنا الفيديو الجاي كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. ديما وداد.